شيعت حشود غفيرة من أهالي مدينة كوباني جثمان الفنان والموسيقار الكردي رشيد صوفي، والذي وافته المنية يوم أمس الاثنين عن عمر ناهز 72 عاما في إحدى مشافي كوباني بعد صراع مع مرض عضال. وشارك في المراسم عشرات الفنانين والمثقفين والكتاب وأصدقاء الفنان رشيد صوفي، وكذلك ممثلي مؤسسات الإدارة الذاتية وهيئات الثقافة والفن وممثلي الأحزاب السياسية. وخلال المراسم ألقيت كلمة باسم هيئة الثقافة والفن في مقاطعة الفرات من قبل الرئيس المشترك للهيئة زياد علي، كما ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لمقاطعة الفرات فرحان حجي عيسى، وكذلك كلمة باسم أصدقاء الفنان رشيد صوفي من قبل بختيار حسن، وكلمة باسم اتحاد الفنانين في كوباني من قبل الفنان سعدون كوباني.